تذكرون الكيكة الدسمة بكتاب ست نزيهة؟ الأجانب عندهم باوند كيك، هسه هم يقولون اسمها باوند كيك لأنه بيها باوند من كل شيء، بيض وزبد وغيره، بس هي الوصفة صار عليها تعديلات. المهم هي هاي الكيكة الدسمة اللذيذة اللي تاكلوها ويا الشاي، وخلطتها تكون ما بيها سوائل، لذلك تكون ثقيلة. وبالزبد طبعا كيك الزبد يختلف عن كيك الزيت، القوام مالته يختلف، الفقاعات تكون صغيرة والكيك يكون هش، وحتى طريقة التحضير تختلف. الكيكه تقدرون تسووها بالكاكاو الباودر، بس انصحكم تجربوها بالشوكولاته. هاي شويه شوكولاته ذوبتها على حمام مائي وخلطتها ويا نسبه من الخليط، راح اكتب لكم المقادير بالمضبوط تحت الفيديو. والباوند كيك التقليدي لازم يكون بهذا القالب، قالب اللوف. تدرون حتى شكل القالب ياثر على الكيكه، يعني بهذا القالب لان عالي راح يصير بها قشره سميكه، يعني هاي القشره اكو ناس تعشقها. المهم بالفرن ارتفعت ارتفاع رهيب وفرحه المتمت، فلتت من ايدي وتفلشت. بالبيت قالوا خلاص لازم تسويناها لان ريحتها رهيبه، فقلت اداري الموضوع بشويه شوكولاته مذابه مع نسبه من الزيت، حطيت زيت زيتون بس مو بكر، صارت شيء خرافي. طبعا هسه هي بارده طالعه من الثلاجه، تشوفوها متماسكه. اذا راح تدفوها شويه بالمايكروويف راح تصير اطرى لانه هي بالزبده مو